احنا كنا عايزين نغير شويه عن الفطار في البيت. ف طبعا انتوا عارفين المطاعم بتبقى غاليه في رمضان وزحمه واكلها وحش على الفطار اصلا. واكلها وحش جدا. فاحنا سندس عملت الاكل في البيت عشان شطور. وبس حطينا الحاجه في الشنطه. وجينا على اقرب حديقه مننا. احنا برضو ما كناش عايزين نبعد يعني، والاكل برضو عملنا اكل احنا كنا ناكل في البيت النهارده عادي، يا دوب اخدناه حطيناه في الشنطه ونزلنا. احنا دلوقتي جوه حديقه الطفل اللي هي اللي في مكرم عبيد. تذكره الدخول 20 جنيه للفرد يعني. فهنشوف دلوقتي مكان كده، حته مناسبه نفرش فيها الحاجه عشان نقعد. قول لنا يا سندس عامله لنا ايه النهارده؟ يا حبيبي عيش بلحمه، عيش بصدق، وسلطات، وعيش مقرمش بديل للشيبسي. وده قمر الدين. قمر الدين. احنا دلوقتي الاذان بيأذن، فالمفروض نفطر خلاص. صح انت يعني شفتي؟ احنا المفروض عشان احنا من اسكندريه، فدايما لما الاذان بيأذن في التلفزيون مش بنفطر عليه، فبنستنى ان هو في المسجد يأذن. فبس الموضوع هنا غريب، ان هو عادي بيأذن في التلفزيون ممكن نفطر عادي. يلا بينا. يلا بينا. ده اللحمه، ده الصدق، الصدق اللي عليه احمر. حلو قوي بجد؟ شكرا. ده يعني ده الحواوشي الاسكندراني، فهو عجينه لوحدها وبتحط جواها اللحمه، مش عيش وبتحط جواها لحمه. بس ايه الشطاره ده؟ اي خدمه شطار. انا عندي برد بقالي شويه فصوتي مخنف كده. صوتك جميل يا حبيبي. ربنا يخليك. احنا يعني موضوع الجناين ده حاجه من الحاجات اللي لاحظناها لما في اخر سفريه في تايلاند. بالمناسبه يعني بقيه الفيديوز هتنزل خلال الشهر وكده. احنا رحنا كذا مكان وعملنا حاجات كده كتير مختلفه. تبقوا اتفرجوا عليها ان شاء الله، يعني تشوفوا حاجات كويسه. حاجه من الحاجات اللي لاحظناها يعني موضوع الحدائق والناس بتستخدمها ازاي. المفروض ان دي حاجه يعني عادي كنا بنعملها هنا، الناس كلها كانت بتروح الجنينه مع عائلتها وتاكل بره او في يوم الجمعه او كده. بس يعني حصل هو مع بدأ يطلع بقى مؤخرا ان لا، احنا هنروح مطعم، هنروح مول، هنروح ناكل في حته كده، فبدأت تختفي شويه، فما بقيناش بنيجي ونلعب ونعمل الحاجات اللي كنا بنعملها زي زمان يعني. حسينا فكره حلوه، حتى يعني طبعا هتبقى احلى بقى بعدد واسره كبيره ولو في اطفال يبقى في مكان يجروا فيه وكده. بس حتى يعني ولو هي مثلا احنا الاثنين بس احنا جايين مبسوطين نفطر في يعني في الهواء الطلق كده. ماشي. حوالينا كلاب وقطط. هما الكلاب كويسين يعني، ما عنديش مشاكل مع الكلاب الصراحه، بس القطط هما الوحشين قوي. كملي يا بس يعني كنت بقول ان هي حاجه حلوه تغيير جو، وفي نفس الوقت مش مكلفه يعني محتاجين ان احنا يعني نشجع الناس شويه ان هم يلاقوا بدايل يتبسطوا بيها بره، مش عارف ايه، من غير، مش بس عشان الفلوس يعني، بس عشان التجربه نفسها يعني.
يعني احنا واحنا قاعدين كده احنا مركزين في الاكل اللي احنا عاملينه وفي المكان اللي حوالينا، مكان هادي مفيش حاجات مشتتانا كتير قوي حوالينا، واللون الاخضر طبعا جميل بحين ان احنا يعني بلد ما فيهاش خضره، بس يعني كنا لسه في حدائق قبل ما يروح لسه في حدائق، فدي حاجه حلوه يعني. صراحه حاجه كمان من الحاجات اللي انا بحبها، انا بحب لما انزل مكان مع حد معظم الوقت يعني ببقى عايزه اتكلم مع الشخص التاني، بنزل مع اصحابي او كده ببقى عايزه نقعد نعرف نتكلم مع بعض. ساعات لما بنروح اماكن تبقى دوشه مشغلين اغاني وفي وكمان بيحسوا ساعات عشان الزحمه بيبقوا عايزينك تقوم عشان حد تاني يقعد، فمش بتحس ان انت عارف فعلا تتكلم مع الشخص التاني. انت جاي تاكل وخلاص يعني، او تاكل وتمشي. هو عادي طبعا ان حد ياكل في مطاعم يعني في مطاعم بتبقى فعلا بتضيف حاجه يعني، او اكلها كويس او المكان مريح او مش عارف ايه، او هو يعني اي حاجه، بس يعني لا او تجربه جديده او كده. بس هي الفكره يعني هي مش مشكله خالص واحنا اصلا بنروح يعني، بس هي الفكره ان يبقى هو ده الشكل الوحيد، مفيش حاجه تانية انت ممكن تعملها. انا مثلا بلاحظ ان ناس كتير بتشتكي ان في رمضان على الفطار الاكل بيبقى وحش، عشان بيبقى يعني مره واحده بينزلوا الاكل كله، فالخدمه بتبقى مش احسن حاجه، جوده الاكل مش احسن حاجه، ومع ذلك بقت خلاص تحس ان هو ده الاوبشن الوحيد اللي قدامك، وانت عايز تاكل بره هتاكل فين؟ هتعمل ايه؟ السلطه دي ما اكلتش منها. دقتها؟ انا مغيره فيها على فكره، بس حلوه. احنا كده خلصنا اكل وصلينا، وبعدين غيرنا المكان، رحنا في حته فيها نور عشان الدنيا بدات تليل. المكان حلو الصراحه يعني، الحمد لله احنا بناكل ما كانش فيه قطط كتير. محمد ما بيحبش القطط شويه. هم كان في قبل ما ناكل، وبعدين مشوا تقريبا كانوا بيقرفوا ناس تانية. هو كويس برضو ان الجو حلو الصراحه يعني، احنا الجو بدأ يسقع تاني، بس دي حاجه كويسه جدا، انا مبسوطه مش مشكله. بس كويس ان مفيش هوا جامد، مش ساقعه قوي، مش حر طبعا، فاختيار مناسب للوقت يعني. مش عارف بقى في الصيف الصراحه هو بيبقى لو جينا هنا هنتسلق يعني. بقى بس بالليل ولو انت حوالين خضره بيبقى احسن يعني، احسن من لو انت ماشي في الشارع مثلا. ممكن نجرب مره يعني. احنا بقالنا فتره كنا عايزين نعمل الموضوع ده، وان احنا نيجي نقعد في اي جنينه كده وناكل ومش عارف ايه، وبنكسل بقى مش عارف بيحصل اي حاجه، بس احنا فكويس ان جت فرصه رمضان يعني، شجعتنا ان احنا ننزل. احنا السنه اللي فاتت خدنا الفطار بتاعنا ورحنا في مصر القديمه عند شارع المعز كده ومش عارف ايه، وقعدنا نتمشى هناك قبل الفطار، وبعدين لما الفطار جه كنا قاعدين في شارع المعز كده، في اماكن الناس بتقعد فيها حوالين الجوامع وكده، وبعدين رحنا جامع الازهر برضو. كان الموضوع حلو قوي يعني رمضان اللي فات. هي المشكله بس الموضوع كان زحمه وفي ناس كتير قوي وبعيد، بس هو الجو حلو يعني، تحس كده المكان هناك بيبقى حلو قوي في رمضان. المساجد الكبيره كمان يعني برضه حاجات بحبها قوي. رمضان المساجد الكبيره وقت صلاه التراويح كده بيبقى بقى في ناس من جنسيات مختلفه، الناس جايين هنا يدرسوا في الازهر، وعائلات وناس لوحدها، وتلاقي مثلا دكاتره جايين رايحين داخلين يصلوا، فبتحس الموضوع، هتحس ان انت جزء من حاجه كبيره. كانت حلوه قوي يعني.